في عدسة جريدة المساء العربي تحتفل بعيد ميلاد سيد درويش من داخل أرض سيد درويش، والاحتفالية الكبرى والأمثالية الكبرى اللي بتقام على شرف الأستاذ أحمد أدري، والنهارده بحضور الدكتور خالد هنو وافتتاحية المعرض. أستاذ أحمد، قول لنا افتتاحية المعرض ده إيه النهارده؟ ذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش. كل سنة بنعملها مرة في الوفاة ومرة في ذكرى الميلاد. النهارده الميلاد وكل سنة وانتم طيبين بقى. والنهارده معانا الدكتور خالد هنو طبعا اللي هو اللي ساعد في المعرض السنة دي، ده شرف كبير. اللوحة الكبيرة بتاعته هي بطل. وطبعا الدكتور عادل بنيامين طبعا قيمة عظيمة، والاستاذ خالد هنو قيمة عظيمة. في هذا المهرجان اللي هم اللي كتبوا المعرض ده السنه دي، هنلاقي كلام بيقولوا تقديرا للفنانين التشكيليين للمزيكات والتغيير طبعا معانا السنه دي هو هشام من السياحه، ده برضه شرف عظيم لنا السنه دي، هو برعايه المهرجان. الصور يطلع يعني طب حد يصور معاك؟ يلا اتفضل. ما هو ايه طب ازاي يعني؟ الشعب السيد افتتاحية المعرض الدكتور خالد هنو بيتشرف بافتتاحية المعرض. خليكم زي ما انتم حد لا هنجيبه خالد دايما كل سنه واهل اسكندريه كلهم بخير في ذكرى فناننا جميل شباب الشعب سيد درويش. كل دوله في العربيه يقوم الدكتور خالد هنو، الأستاذ أحمد خيري، الأستاذ أحمد أدري والدكتور بنيامين بتسليم بعض الشهادات للفنانين، ومنهم الدكتورة أستاذة فيفي علامة، الفنانة ماجدة جمعة. دي احتفالية السيد درويش اللي بتقام كل عام، بيشترك فيها قبل الشغل الاكل. يلا كل وش هنا بقى دي بعدها عندك ومن خلال الأمسية بتوجد جمعية خيرية اسمها جمعية خير. في جمعية اسمها جمعية خير المحبة. أنشطة الجمعية دي موجودة النهاردة وسط الاحتفالية، بتقوم على رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وكالة المرضى، وزي ما احنا شايفين في البانر بتاعهم. والجمعية دي النهاردة عاملة لفتة جميلة، بتوزع بعض الملابس على المحتاجين وبعض الأدوية المتداولة وغيرها للمحتاجين. وهيساعدنا ان احنا نسجل مع القائم على الجمعية، جمعية خير المحبة.
جمعية خير المحبة. جمعية خير المحبة. جمعية خير المحبة. نتعرف بيكم. أيمن فتحي مندوب الجمعية. ايه نشاطكم النهارده يا استاذ ايمن؟ نشاطنا باذن الله نشاطنا نوزع ادويه على الناس وملابس وجزم وشنط كله مجانا في الخير. الجمعيه بتاعتكم مقرها فين؟ الساعه فاكتوريا صلاح الدين. الانشطه بتاعتكم دي متداوله ولا النهارده بس؟ لا انا بطلب كل اي وقت طول السنه. المعرض شغال وكل حاجه شغاله طول السنه. الادويه دي بتصرفوها ازاي؟ حاجه عندك للكبار. ودي ادويه عامه مسكنات مرهم عظم ما فيهاش حاجه يعني محتاجه مفيش حاجه خفيفه الناس اللي بتستعملها في البيت. انما لو في حاجه ابنورمال بتصرفوها بروشيتا ولا؟ طبعا بروشيتا وتحت اشراف طبيب طبعا. العلاج ده بيتصرف مجانا هو والملابس؟ الملابس مجانا والعلاج مجانا ونعمل الاطفال مجانا. نعمل جمعيه يوم خميس يوم خيري نعمل خميس خيري في منطقتنا لاهالينا برضه في المنطقه وكده. عندنا كتير وعندنا نشاطكم ايه في رمضان؟ احنا ان شاء الله باذن الله المطبخ متواجد منطقه فيكتوريا؟ منطقه الساعه. اول صلاح الدين جمعيه خير المحبه تحت اشراف استاذ ايمن العطار. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير يا فندم. ومن خلال الأمسية الاحتفال بذكرى السيد درويش لقينا قعدة أو اجتماع مصغر من كبار الشخصيات في صفوة المجتمع السكندري. هنقرب منهم ونتعرف عليهم ونعرف الناس تاني عليهم بالرغم ان هم معروفين. سيادة النائب كل سنة وحضرتك طيب. الاحتفالية النهاردة سيد درويش تقول لنا ايه عن احتفالية السيد درويش؟ الاحتفالية النهارده تختلف عن أي احتفاليات أخرى لسبب بسيط جدا. السيد درويش لم يكن ملحنا العادية أو الموسيقار العادية أو حتى مطربا حينما كان يردد بعض الحان، ولكنه كان مساويا تمثيل القيادة المصرية والوطنية المصرية. القيادة المصرية تمثلت في إن هو غنى العامل والفلاح والبنا. إذا عمل المجتمع المصري كله بصيغة تحالف، ودي كانت أحد القواعد الأساسية في الفكر في ثورة 23 يوليو، ولكنه كان سابقا لذلك ببلادي حينما قام بتحقيق هذا الاستقبال زعيم الأمة سعد زغلول، ولكنه للأسف الشديد عندما لحنها توفاه الله قبل أن يلقى الزعيم كان مستقبله في الإسكندرية. إذا سيد درويش هو نموذج لمواطن مصري، مواطن يمثل الشعب المصري حقيقة. وبالنسبة لي أنا في بعد تاني في الناس كتير أوي ما تعرفوش. كانت حياته الخاصة في شارع أمين الرفق في محرم بيه، وكان على وشك الزواج من إحدى سيدات هذه المنطقة، منطقة شعبية أيضا، ولكنها كانت ممتلئة بحكم وجودها بجانب القناة المحمودية. كانت منطقة تجارية ومنطقة سكنية، وفي نفس الوقت منطقة تمثل مستوى معين من الطبقة المصرية. حتى كان يقال زمان بيقول نفسي في 1000 جنيه وشقة في محرم بيه. كان سيد درويش حبيبته تسكن محرم بيه، وبالتالي حتى تغناها بعد كده عزت عوض الله الحلو ساكن بواريه في محرم بيه. وما زلنا نكرر بلادي بلادي بلادي. طبعا بس ترجع لاصلها بلادي بلادي بالشكل الثوري وليس الشكل الهادئ الذي تربط به الان. شكرا على رساله لكل الذي يمثل مصر في المحافل الرياضيه بالذات، اطالبهم ان يستعيدوا مره اخرى النشيد الوطني حينما يدق السلام الوطني تجدهم كلهم في حاله صمت، وهذه ظاهره غير مرغوب فيها. لابد ان يكون هناك تردد باسم الوطن بلادي بلادي لكي يمثل حقيقه الشعب المصري والامه المصريه من القلب. نتمنى عوده عزف النشيد بلادي بلادي في كل اروقه بصيغته القديمه المحافل والوطنيه والمدارس. بنحييك دكتور ابراهيم.
كل سنة وحضرتك طيب، وأهلا بيك في أمسية عيد ميلاد السيد درويش. تحب تقول لنا إيه النهاردة عن الأمسية؟ والله بقول ان احنا سعداء جدا النهارده صحبه وتجمع وكوكتيل هائل من مجتمع اسكندريه اللي هم الحقيقه جايين طبعا هذه الاحتفاليه اللي بنخلد فيها فنان خالد عظيم. طبعا يكفي طبعا انه يخلد بالنشيد الوطني لجمهوريه مصر العربيه، وان ما زال النشيد ده طبعا هو ده اللي هو التحفه الجميله اللي بتتم في جميع اللقاءات الوطنيه والقوميه والثقافيه. فانا بهني الحقيقه القائمين على هذا اللقاء وهذه الاحتفاليه وجميع القامات والقيادات اللي موجوده. يعني النهارده الحقيقه معانا نخبه متميزه من القيادات، مع الاستاذ الدكتور طارق القيعي طبعا امين كليه الزراعه الاسبق ورئيس مجلس الشعب المحافظه، شرق احمد عوض ايضا من النواب طبعا النائب محمد براشيني، معانا بعض من قيادات التربيه والتعليم، بعض الفنانين العظماء، بعض النقابيين، سيدات المجتمع المدني وجميع رؤساء المجتمع المدني. معانا النهارده من الشرطه طبعا معالي اللواء الدكتور محمد ابو ليلى، القياده الشرطيه يعني المحبوبه في اسكندريه والمجتمعيه ايضا. معايا طبعا اخويا المحترم مهندس محمد فرغلي، ومن الشباب كابتن محمد النجار. طبعا الحقيقه مجتمع كبير جدا وانا خايف ينسى حد، لكن بقول بهني القائمين على هذه الاحتفاليه وبقول لشعب اسكندريه كله كل سنه وانت طيب، وربنا يجعل ايامنا كلها سعيده ويجعل مصر دايما في امن وامان. ويمكن من شويه كنت بقول حاجه هقولها تاني، بقول الله عليك يا مصر الله، عمر ولادك ما يقولوا عايشين على ارضك تحت ظل سماكي برعايه الله جل علاه. الله عليك يا مصر الله الله. في خلال الأمسية سعداء بوجود الأستاذ طارق القيعي السياسي الكبير، وأهلا بيك. هو في غنى عن التعريف للي ما يعرفش لسه المواليد الجديده والاجيال الجديده. نحب نسمع كلمة من الدكتور طارق، الأستاذ طارق القيعي. السلام عليكم. طبعا كلكم طيبين اول حاجه، وبعدين انا سعيد جدا وحزين جدا. ليه يا فندم؟ سعيد جدا ان احنا نكرم هذه الشخصيه ما خدتش حقها في التكريم الحكومه المصريه، لان الراجل ده مش موضوع انه ملحن كويس، ده رمز وطني مخلص جدا، وزي ما بيقال ان فعلا النشيد الوطني هو اللي عامل. والموضوع ده له قصه عندنا انا مشترك فيه. انا كنت رئيس اتحاد التمثيل في الخارج. في احد لقاءات الرئيس انور السادات كان بيجي لنا في امريكا في نيويورك، وكنا بنتكلم مع السادات الله يرحمه، وطلبنا في اللقاء ان هو يتحول النشيد من نشيد الى النشيد سيد درويش. والله يوميا كلم فوزي عبد الحافظ الله يرحمهم جميعا، وقال له خليه على الاجنده عشان هندرس هذا الموضوع. ولذلك هذه الشخصيه ما خدتش حقها. بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا جزء من الدكتوراه كنت في فرنسا، وهناك عندهم حاجه زي كده برضو اللي هو المساجد القديمه التراثيه التاريخيه في باريس اللي هي اسمها مونمارت. مونمارت دي لا تقل عن الموضوع ده، طبعا الفخامه بتاعتهم شويه، ولكن كل يوم فيها حفله موسيقيه والناس هناك مجانيه وطلبه ومواهب جديده بتطلع والناس فرحانه والسياح في كل مكان. يعني النهارده لو اسكندرانيه عرفوا بهذا اللقاء هتلاقي الشوارع دي كلها مليانه، محدش يعرف. انا عرفتها بالصدفه من فنان اسكندريه الاول مطرب حسام كمال ومطرب الاوبرا بالاذاعه، فهو اللي الحقيقه قال لي لانه
وانا بحضر على كل الاحتفالات بتاعتنا. فلذلك انا ارجو من المهتمين وارجو من السيد المحافظ ان يكون تقليد سنوي، نعمل تكريم لهذا الراجل، نعمل له تكريم احنا حتى اسكندرانيه. فين؟ في اي حته في اسكندريه، مسرح الروماني. طب ما هو موجود ولم يعلن عنه، حضرتك بتقول ما هو الاسكندريه لو عرفت كلها كانت جت حضرت النهارده. لا، حاجه قوميه رسميه، يبقى فيها يا جماعه يوم كذا، يوم سيد درويش. ما لازم تكون احتفاليه للشعب اسكندريه كله، مش لفئه. تعملها على الكورنيش، تعملها على ميدان سان زغلول زي بره ما بيعملوا. عايزين نعرف الاجيال اللي طالعه. انطونيادس النهارده فتحت حاجه عظيمه، وده اللي احنا بندور عليه. انطونيادس دي هتستوعب الناس كلها. وعلى فكره الجيش لو عرف هيستضيف هذا الموضوع. مكتبه اسكندريه كبيره، وزاره الثقافه مره، مكتبه اسكندريه مره. النهارده احنا المجموعه دي بتطلع بتوصيه تترفع للسيد المحافظ وانا اوصلها له. يعني بس يعني يبقى في توصيه من الجمعيه دي، جمعيه اهاليكم من الدكه، وانا هوصلها للسيد المحافظ. انا طبعا بشتغل معاه. النهارده يا جماعه لو تسمعهم، هذا الرجل يجب ان ياخذ حقه في التكريم. بمناسبه تواصل حضرتك مع اللي هو محمد الشريف محافظ اسكندريه، بنتمنى وضع تمثال للسيد درويش على نصة الشارع بره جنب المطافي، يبقى ميدان السيد درويش. انا نفسي زي المطالب تطلع له رسمي من جهه رسميه عشان يبقى لها اهتمام من نعمل استماره وكل الناس تعمل عليه. يعني 10 15 بس يتكتب فيها كده. اولا يوم محدد لتكريم سيد درويش، يوم في اسكندريه. نمرة 2 يتعمل تمثال. هنترك الموضوع ده على ربنا وعلى سعادتك. احب اعرف بس كان معالي الدكتور بتاعي كان سبب في تسميه برضو احد عمالقه الفن في اسكندريه، الفنان ابراهيم عبد الشفيع. لما عرضت عليه كان طلب جماعي، وانا كنت عامل لقاء لابراهيم عبد الشفيع وقلت للناس هنتكلم مع سياده المحافظ كان امير اللي هو عادل لبيب على اساس نعمل شارع مدرسه الاول باسم ابراهيم عبد الشفيع. فلقينا المشكله مش هتمشي مع المدرسه، فكلمنا مع المحافظ علشان نحاول نعمل اسم نخلد بيه، لان ابراهيم عبد الشفيع له قصه برضه من القصص العظيمه في الغناء والطرب واللحن والفن ايضا. فكان السند القوي كان مجلس الشعب لازم، كان هو قال لي كده سياده اللواء عادل لبيب في ذاك الوقت، قال لازم مجلس الشعب المحلي. كان حق قانوني المجالس المحليه هي اللي بتسمي الشوارع. المجالس المحليه هي اللي بتسمي الشوارع مش المحافظين. ايوه. لذلك النهارده المعارض علينا هذا الجمهوريه رحبنا وجه ولحد ما قبل ما توفى والله كان دايما يذكر هذا. فالحمد لله رب العالمين. وتمت حاجه هذا الرجل، تمت الموافقه واتعمل اسم لابراهيم عبد الشفيع. بس بقى الحقيقه خدنا النظام، لان كان مشى اللي هو عادل لبيب، جاء بعد كده اللي هو طارق مهدي خد اعطيته ثاني موافقه، ثم جاء بعد كده الاستاذ دكتور اسامه الفولي. وعلى ايامه بقى الحقيقه وانا بشكره جدا، لان قال لي كلمه جامده قوي. قال لي ابراهيم عبد الشفيع ده انا اللي اروح اعلق يافطته على الشارع بنفسي، لانه هو ده اللي غنى لي يوم زفاف يوم فرح. فابراهيم عبد الشفيع الحقيقه ربنا نتمنى تبني كل الملاحظات دهيت زي ما معالي الدكتور بيتكلم، نخلد العظماء دول، لان الفن دي اللغه الناعمه اللي بتوصل الى عقول وقلوب وافكار الناس بسرعه. والمهم قوي قوي ان نتمنى تبني كل الافكار دهيت للمسؤولين. اتفضل. تكريم الناس دول احنا بنكرم نفسنا، لان احنا الناس كلها هتقول لك الناس دي عندها بنكرم رموزنا، لذلك الناس هتحترمنا. لما احنا طالبنا مجلس محلي يعني اطلقنا على شوارع كتير جدا من الناس اللي ما عدا هذا الراجل الحقيقه ما خدش حقه للاسف. نتمنى ان شاء الله، نتمنى. فنان اسكندريه تحب تقول لنا ايه النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين. طيب. انا سعيد جدا بالجامعه ده والشخصيات نعرف الاول مواطن السكندري حضرتك عشان اللي ما يعرفكش. انا حسام كمال، مطرب
سوليست في دار الاوبرا المصريه. السلام عليكم. اوبرا اسكندريه. تلفزيون وفرقتي فرقه اوبرا اسكندريه. وانا من العراقي واخونا وحبيبنا كورال سيد والشاعر درويش. الكبير يعني انا ابن فريق كورال سيد درويش اسكندريه هنا لما كان قصر ثقافه الحريه، وبعد كده في الجامعه كليه زراعه، بعد كده اذاعه وتلفزيون، بعد كده الاوبرا. والحمد لله يعني انا مبسوط ان هل ليك دور النهارده في احتفاليه السيد درويش؟ ان شاء الله هنطلع هيغني هو. كل سنه ما يقولش وما ينفعش يجي وما يقولش. كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. وهكذا الاحتفاليه بالسيد درويش. أنغام وعلى أنغام السيد درويش يطلق يا جماعه استنوا انتوا لا حضرتك هتطلع هنا تغني هم يردوا عليك. لا معلش ده فيديو تاني. يلا يا فنان. ماشي ايه المشكله؟ عادي ماشي بقى. تعالى في النص يلا بينا يلا بينا. لا ثانية واحدة جاهزين؟ 1 2 3. المصري
جدودي أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي الخصيب لهم في الدنيا آلاف السنين ويفنى الكون وهم موجودين وأقول لك عني خلاني أفوت أهلي وأوطاني حبيب أوهبت له روحي لغيره لا قوم يا مصري مصري دايما بتناديك خد بنصري نصري دي واجب عليك قوم يا مصري مصري دايما بتناديك خد بنصري نصري دي واجب عليك يوم ما سعدي راح هدر قدام عينيك عيد لي مجدي اللي ضيعته بايديك شوف جدودك في عمرهم للنهار من جهودك كل عظمة تستجار صون آثارك قبل ما تضيع الآثار دول فاتولك مجد خوفولك شعار
معالي الوزير السيد المحافظ وصل لكم السلام وبيهنيكم وبيتمنى لكم وقت سعيد في الذكرى الجميله دي. بشكر طبعا الجمعيه على الجهد الغير عادي، الاستاذ احمد وجميع اعضاء الجمعيه والاستاذ حسين والناس كلها على المنظر البديع ده، وان شاء الله كل سنه يتكرر هذا المنظر ونكون مشاركين معاكم. كل سنه وانتم طيبين وبمناسبه الايام الاخير علينا رمضان الكريم باذن الله. متشكرين جدا. شكرا معالي اللواء هشام مرسي، بشكرك جدا جدا. احنا اللي بنشكرك، حضرتك ما بتشكرناش، لان انت حضرتك اضفت اضافه كبيره جدا لهذا المهرجان، وانا اعتقد ان يوم 17 باذن الله هيكون رساله قويه جدا للاحتفال بذكرى فنون الشعب سيد درويش على شكل كبير جدا بحضور معالي المحافظ محمد الشريف، وهو دعم هذه الفعاليه بشكل قوي جدا من خلال هشام بيه لطفي. طبعا انا من كتر سعادتي مش لاقي كلام اقوله ان حضرتك معانا في وسطنا. يلا التكريمات فين؟ طب هاتوا
سبحان متصور يا قمر بيدور سبحان متصور جوليت وسفير عزيز يبقى اسمه مصور يتشاف كده بني ادمين راح تطلعي وحشه لمين يتشاف كده بني ادمين راح تطلعي وحشه لمين ده المؤمن وليه وياسمين والقطاعي بوليس يا سلام يا حبة سكر يا تريايا اللي معطر يا عريسنا يا زيدنا الخليج يا عشاق النبي صلى على جماله يا وسط البيت يا عروتنا نسميها وادي نور جمالها اهو عرسك من يومه بهمل وهدومه عرسك من يومه بهمل وهدومه بفرحيبه وتهنيبه تدلي نومه فنجرتني كلها ايه بحبه حسب الله عليه فنجرتني كلها ايه بحبه حسب الله عليه يذكر بالالفين يكتب مش بلدين فيه ان شاء الله ترى اللي سبقنا على حسك يا فلان ان شاء الله ترى اللي سبقنا على حسك يا فلان اجمل يا ناس على التواليد يا عشاق النبي صلوا على جلاله يا وسط البيت عروضنا نسميها وادي نور جمالها اهو اللي بالله يا هديه للي قلها صورا او حمارا او بغلا مش رحماتا قبدا وعبدا يوما خلاص العيبنا على موضة ونستحمى يوما خلاص العيبنا على موضة ونستحمى صفيح الدنيا ونسافر على اوروبا نتفرج على الدنيا دنيا كاكا الماضية ما تكونش مهلبية ستتها المصرية ما تكونش مهلبية كاكا الماضية ما تكونش مهلبية ستتها الماضية ما تكونش مهلبية قبدا اشكال قربت تأسف قربت الجنة قربت الجنة الحب يا سلام على حبتي نبتتي هن على خلفتي نقفتي جتتي الحب لو سيبك من فكرة خالص كل بكرة هتبقى لابس سيبك من فكرة خالص كل بكرة هتبقى لابس بدلين عن ما كسكت وزبي قالك بهته تسكني يا علي بتاع الزيت طريق جنة فلي فرشت وقالت اقعد فرشت يا حلاوتها very اللي حصل بقى زرع بس بديت وراء الحال ورجعنا للاشغال بديت وراء الحال ورجعنا للاشغال قلبي وظف منا مش حفلتنا ولا شونا لما يحمر عينه ولا يقوم له القوة بيني وبينك في حب الوطن يحكوه هز الهلال يا سيد كراماتك لاجل العايد هز الهلال يا سيد كراماتك لاجل العايد الود اللي شاربينه يا ريت العالم شايفين الود اللي شايفينه يا شريك الوطن دماهية غير الكامل يا اخوتي بري من 5 منه تروح وتشوفوا كل تروح من 5 منه تروح وتشوفوا كل تروح والست بتاع
كلمتها ما بتتوصاش ما بتجيبليش في البطن الا بالبوز على الماشي ويكسر والبقايين على الابوكات هز الهلال يا سيد كراماتك لاجل العايد هز الهلال يا سيد كراماتك لاجل العايد وقت اللي حصل في الدروس اللي زرعت وديت وراء الحال ورجعنا للاشبال وديت وراء الحال ورجعنا للاشبال والبوس صفينا مش استثناء ولا شومه لما يحمر عينه ولا يقور لقومه حط الله بيني وبين غير حب الوطن يحكومه. بيخر سيد درويش ولا لسه نكمل سيد درويش؟ المصري كريم العنصري بنيت المجد بيه